ما من حمل على الظهر أعظم وعلى النفس أشد وعلى الصدر أكبر من حمل الذنوب، عاذنا الله وإياكم منها. فما حمل المرء من رجل أو امرأة حملا أشد عليه من ذنوبه ومعاصيه، لأن الذنوب شؤم على أهلها ووبال على أصحابها، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فكثرة الذنوب والمعاصي سبب لنقمة الله جل وعلا، فلما أسفونا انتقمنا منهم. الله يقول: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما يعفو الله عنه أعظم وأكبر وأجل. العلاقة بين هذه الآيات وبين رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت إن علمت أي ليلة هي، أي ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ ماذا قال؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا يوجد أحد بيننا ولا منا ولا فينا متكلم ولا سامعين ولا مشاهدين إلا ويحمل على ظهره من الذنوب نحملها ونضعها بين يدي رحمة علام الغيوب. اللهم لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك، فاللهم كما سترتها في الدنيا اعفو عنا يوم نلقاك. والمقصود أن استشعار المرء بذنوبه وخطاياه أعظم خطوة لغفران الذنوب، وأعظم ما يبتلي الله به عبد بعد قسوة القلب أنه لا يدري أنه يحمل ذنوبا. ولهذا قال ابن نوح لما قال له أبوه: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يظن أنها ظواهر طبيعية ولم يعلم أنه انتقام من رب البرية. والإنسان يبقى على وجه، فإذا كان رسول الهدى ونبي الرحمة إذا رأى السحاب تراكم يغدو ويروح يتغير وجهه خوفا من أن يكون عذابا، مع أن الله يقول له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومع هذا يغدو ويروح خوفا من أن يكون عذابا. ويوجد من الناس من يركب البر، يركب البحر، يركب الجو، يغدو في المهالك، قد يخاف من أمور طبيعية، لكن لم يأتي في خلده لحظة أن الله يمكن أن ينتقم منه. والله لا يجمع لعبد أمنين ولا يجمع على عبد خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله جل وعلا يوم القيامة. والمقصود أن شهر رمضان من أعظم القربات التي من صام فيه لله جل وعلا إيمانا واحتسابا أراد بذلك وجه الله أن الله يجعل من شهر رمضان أسوة بغيره من المكفرات، بل هو أعظم المكفرات، يجعله الله جل وعلا رحمة لهذا العبد، تكفيرا لسيئاته وغفرانا لذنوبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر وأمن ثلاثا ثم بين قال: إن جبريل قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يدخله الجنة، أي لم تغفر له ذنوبه فيكون سببا في دخوله الجنة. قل آمين، فقلت آمين. فالداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم والمرفوع إليه الدعاء رب العالمين جل جلاله.